السلام عليكم شباب اولى ثانوي. احنا دلوقتي بنبدا مع بعض فيديو الزتونه، وهو عباره عن سمري كده سريع للليسن بتاعنا، بحيث ان انت تقدر تلم منه في اي وقت الليسن ده. طيب اول حاجه عندنا، احنا كنا بنتكلم على السيت اوف كومبلكس نمبرز. اتفقنا ان السيت اوف كومبلكس نمبرز قبلها لازم نعرف حاجه اسمها imaginary نمبر، وان هو عباره عن روت نيجاتيف 1. اتفقنا ان روت نيجاتيف 1 ده هنقول عليه اي، وان الاي هي عباره عن روت نيجاتيف 1. واخترعناها ليه؟ عشان تحل لي مشكله روت نيجاتيف 3. اتفقنا ان انا اول لما الاقي نيجاتيف تحت الروت بتطلع بره ويبقى اسمها اي، فروت نيجاتيف 3 دي هكتبها ازاي؟ هكتبها روت 3 اي. ليه؟ لان اصل روت نيجاتيف 3 هي عباره عن روت نيجاتيف 1 تايم 3. لما نيجي نوزع الروت على الاثنين هتبقى روت نيجاتيف 1 تايم روت 3. طب ما احنا لسه متفقين ان روت نيجاتيف 1 عباره عن مين؟ عباره عن اي. يبقى الانسر روت 3 اي. ده كده اسمه ايه؟ اسمه imaginary numbers. طيب الانتجر باور اوف الاي، اتفقنا ان الاي ده كده باور 1، فالاجابه بتاعتها اي. طب اي باور 2 دي كده عباره عن نيجاتيف 1. طب اي باور 3 عباره عن نيجاتيف اي. طب اي باور 4 عباره عن 1. طيب لو انا عايز بقى اجيب اي باور 100 او اي باور 16، اي رقم موجود في تيبل 4 الانسر الاجابه بتاعته بتبقى 1. طب انا هعرفها ازاي؟ قال لي هتاخد الباور ده تعمله ديفايدد 4. لو الانسر طلع هول نمبر، يعني طلع رقم من غير اي ديسيمال جنبه، يبقى على طول السمبلست فورم للاي دي هتبقى 1. يعني اي باور 16 السمبلست فورم بتاعها الانسر هيبقى اي. طب اي باور 100 برضو اي. طب لو عملت ديفايدد 4 للباور، عملت ديفايدد 4 للباور وطلع رقم بوينت 25، قال لي بص بقى انا حافظهم كده: 1 اي نيجاتيف 1 نيجاتيف اي. بوينت 25 يبقى الاجابه اي. طب بوينت 5، رقم بوينت 5 يبقى الاجابه نيجاتيف 1. طيب بوينت 75 يبقى الاجابه نيجاتيف اي. 1 اي نيجاتيف 1 نيجاتيف اي. بعمل ديفايدد 4 للباور. طيب يعني انا لو عندي اي باور 23 وعايز اجيبها في السمبلست فورم، باخد ال 23 دي اعمل لها ديفايدد 4. 23 ديفايدد 4 ادتني 5.75. طيب يعني طلعت 0.75، يبقى الاجابه على طول نيجاتيف اي. فين النيجاتيف اي؟ ده السمبلست فورم للاي باور كام؟ للاي باور 23. يعني الاجابه ده كده نيجاتيف مين؟ نيجاتيف اي. طيب لو انا عندي اي باور 4 ان، اتفقنا ان الان دي اي انتجر، فبالتالي اي باور 4 ان هي اي باور 4 اول باور ان. فالاي باور 4 ب 1، يبقى اشيل الاي باور 4 واحط مكانها 1، يبقى 1 باور ان. 1 باور اي حاجه ب 1، فاي باور 4 ان دي بايه؟ ب 1. طب اي باور 4 ان بلس 3، قال لي البلس 3 دي هتتوزع، البلس في الباور بيتوزع بيبقى تايم، يعني اي باور 4 ان تايم اي باور 3. طب ما احنا لسه جايبين الاي باور 4 ان ب 1 والاي باور 3 بنيجاتيف اي، يبقى الاجابه بتاعت ده نيجاتيف اي على طول. طيب لو انا عندي اي باور نيجاتيف 5، اي باور نيجاتيف هتعامل معاه ازاي؟ هعمل له تايم لاي باور موجود في تيبل 4 بس اكبر من ال5. يعني انا هنا اي باور نيجاتيف 5 تايم اي باور، مين هو الرقم اللي موجود في تيبل 4 واكبر من ال5؟ قال لي 8. اي باور نيجاتيف 5 تايم اي باور 8، في التايم بعمل ايه الباورز؟ بلس. نيجاتيف 5 بلس 8 تديني 3. طيب الاي باور 3 بكام؟ بنيجاتيف اي. طيب يعني ايه كومبلكس نمبرز؟ هم عباره عن نمبر بيتكون من تو بارتس: ريل بارت بلس imaginary بارت. طيب الريل بارت ممكن يبقى اي رقم ريل. طب البي ممكن تبقى اي رقم ريل واحط جنبها اي. يبقى مين هي السيت اوف كومبلكس نمبرز؟ هي a بلس بي اي such that ان ال a وال b belong لل r، وان ال i عباره عن روت مين؟ وان ال i عباره عن روت نيجاتيف 1. equality of two complex numbers، لو انا بقول لك ان x بلس y i equals 3 بلس 5 i، ايه اللي انا بستفيده؟ دول تو كومبلكس نمبرز قد بعض، يبقى اللي انا هستفيده ان الريل قد الريل والايمج قد الايمج. مين الريل؟ اكس هنا. طب مين الريل هنا؟ انا طبعا حياتنا كلها مقسومه نصين، ادام عندي تو انونز يبقى هنا الاكس وهنا الواي. طيب ادام عندي ان المساله بتتقسم لتو بارتس، ريل وايمج. الريل قد الريل يعني الاكس قد 3. طب الواي معاها اي، طب مين اللي هناك معاه اي؟ قال لي 5.
يبقى الواي ايكوالز 5. حلو جدا. طب بعدين ايه المشكله كانت بتقابلنا هنا لما يروح رايح قايل لي اكس بلس واي بلس 3 اي equals 5 بلس 3x بلس y equals i. ايه يا مستر المشكله؟ المشكله ان انا برضو هاجي اقسم حياتي نصين، هنا للريل بارت وهنا للايماجيناري بارت. طيب مين الريل بارت هنا؟ قال لي x بلس y. طب مين الريل بارت هناك؟ قال لي 5. طيب مين الريل بارت هنا؟ مين الايماجيناري بارت في الاول واحد؟ قال لي 3. طب الثاني 3x بلس y. طيب ايه المشكله؟ ان البارت اللي على الشمال ده فيه 2 انونز والبارت اللي على اليمين فيه 2 انونز، يبقى انا مش هعرف احل. طيب لازم اعمل ايه؟ قال لي لازم ترتبهم x و y ايكوالز رقم، ادي 3x بلس y ايكوالز 3. طب بعدين ادخلهم على الكالكليتر مود 5 1 او مود 3 1 على حسب نوع الكالكليتر. طيب فين الكالكليتر؟ هجيبهم هنا بقى على الكالكليتر. ادي مود مود 5 1. ادي مود 5 1. طيب مين كوفيشنت الاكس؟ قال لي 1. مين كوفيشنت الواي؟ قال لي 1 برضو. مين الابسولوت تيرم؟ قال لي 5. طيب مين كوفيشنت الاكس؟ قال لي 3. طيب مين كوفيشنت الواي؟ قال لي 1. مين الابسولوت تيرم؟ قال لي 3. دوست ايكوالز هيديني الاكس بكام؟ الاكس بنيجاتيف 1 والواي بكام؟ والواي ب 6. طيب الاوبريشن ان كومبلكس يعني ايه اوبريشن؟ ازاي بعمل بلس وماينس وتايم وديفايد؟ لو انا بقول لك 3 بلس 5 اي بلس 2 ماينس 2 اي، دول كده الاوبريشن ما بين ده كومبلكس نمبر وده كومبلكس نمبر. الاوبريشن ما بينهم هنا ايه؟ بلس. بعمل ريل بلس ريل وايمج بلس ايمج. 3 بلس 2 5 و5 اي ماينس 2 اي يعني 3 اي. طيب حلو. لو انا عايز اعمل الكلام ده على الكالكليتر قال لي الموضوع سهل قوي. اروح جاي جايب الكالكليتر بتاعتي تمام، واروح جاي عامل ايه على الكالكليتر؟ اروح دايس مود 2. اوكي كده انا خليت الكالكليتر شغاله كومبلكس. عايز 3 بلس 5 اي. بص الاي بتتكتب منين؟ بص ثانيه كده اهي. لا مش دي. هي فين؟ بسرعه انا مش عايزه يوصل اكتر من 10 دقايق. ادي اهو برضو. طيب ثانيه. انا اروح جاي هنا كاتب 3 بلس 5 اي اهي. بص الاي بتتكتب من هنا من الزرار ده. بلس بقى انا مش فاكر بقيه المساله كانت عباره عن ايه، غالبا كانت 2 ماينس 2 اي. رحت دايس ايكوالز طلعت لي الايه؟ طلعت لي الشكل زي ما انا ما عايز. طيب تعالى بقى نشوف لو هعمل ماينس بدل البلس دي هتتكتب ماينس بالظبط. يبقى انا هنا عندي 3 بلس 5 اي بلس 2 ماينس 2 اي. خلينا بس بدل البلس دي نخليها ماينس. طيب ده كده كومبلكس ماينس كومبلكس تاني. 3 ماينس 2 ب 1، ريل ماينس ريل وايمج ماينس ايمج. 5 اي ماينس نيجاتيف 2 اي ادتني كام؟ قال لي بلس 9 اي. طب لو عندي 3 بلس 2 اي تايم 1 ماينس اي، فيرست تايم فيرست، فيرست تايم سكند، سكند تايم فيرست وسكند تايم سكند، واجمع مع بعض. يا اما اعملها على الكالكليتر. طب ازاي يا مستر اعملها على الكالكليتر؟ قال لي بجيب الكالكليتر بتاعتي كده واروح رايح فاتح براكت. اوكي وبعد ما اروح جاي فاتح براكت انا كان عندي مين؟ كان عندي 3 بلس 5 اي. يبقى ادي 3 بلس 5 اي اوكي تايم البراكت التاني اللي هي 1 ماينس اي. وطبعا انا اشتغلت على طول عشان انا عاملها كومبلكس فادتني 8 بلس 2 اي. وادي كده الموضوع بالنسبه لي انتهى. 8 بلس 2 اي. طيب يبقى دي كده ب 8 بلس 2 اي. طب لو انا عندي 2 بلس اي تايم 2 ماينس اي، دول 2 براكتس زي بعض بالظبط، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. 2 تايم 2 الاول تايم الاول ب 4. اي تايم اي بنيجاتيف اي سكوير. هي الاي سكوير بتعمل ايه في اي حاجه جنبها؟ قال لي بتعمل تشينج للساين. يبقى 4 ماينس نيجاتيف 1. ما الاي سكوير دي بنيجاتيف 1. 4 ماينس نيجاتيف 1 اللي هي ادتني بكام؟ قال لي ادتني 5. طيب كان في فكره مهمه قوي. لو انا عندي 1 بلس اي
all باور 10 او خليها 20 بقى all باور 20. عايز افك البراكت ده، قال لي انا ما بعرفش افك البراكت باور 20. طيب بفك ازاي؟ قال لي بخليها 1 بلس اي باور 2 عشان ده البراكت اللي انا بعرف افكه، واخلي الباقي بقى موجود فوق. قال لي الباقي ازاي يعني؟ هي 22 تايم كام؟ قال لي 22 تايم 10، يبقى دي كده باور 10. حلو قوي. بعدين خلاص بقى هفك البراكت باور 2 عادي واحط عليهم الباور مين؟ الباور 10. الاولاني تايم نفسه ب 1، التاني تايم نفسه باي باور 2. 2 تايم الاول تايم التاني ب 2 اي. طيب ما انا عندي هنا 1 ماينس 1 اللي هي بتاعت الاي باور 2 بلس 2 اي اول باور 10. ال1 والنيجاتيف 1 راحوا مع بعض، اتبقى لي 2 اي باور 10. يبقى 2 باور 10 تايم اي باور 10. الاي باور 10 دي باي باور 2، يبقى نيجاتيف 2 اول باور كام؟ اول باور 10. The two conjugate numbers. قال لي 3 بلس 2 اي ليه حاجه اسمها كونجيجيت. مين هي الكونجيجيت؟ بعمل تشينج للاي تبقى 3 ماينس 2 اي. طيب ال 5 اي ليه حاجه اسمها كونجيجيت نيجاتيف 5 اي. طب ال 8 ليه حاجه اسمها كونجيجيت 8 برضو. ايه ده ازاي؟ قال لي ما الكونجيجيت انا بغير الاي، وال 8 دي ريل بارت بس مفيش اي، يبقى هتنزل زي ما هي 8. طب امتى بستخدم الكونجيجيت؟ لو انا لقيت 2 اوفر 1 ماينس اي. عايز اجيب 2 اوفر 1 ماينس اي دي في السمبلست فورم، هعملها ازاي؟ قال لي بعمل فوق وتحت تايم 1 بلس اي. اعمل فوق وتحت تايم مين؟ تايم 1 بلس اي. فالتايم اللي فوق ده هيبقى 2 تايم 1 بلس اي، والتايم اللي تحت 2 براكتس زي بعض بالظبط، 1 تايم 1 ب 1. نيجاتيف اي تايم نيجاتيف اي، نيجاتيف اي تايم بوزيتيف اي بنيجاتيف اي سكوير. واطلع الشكل ده سمبلست فورم، اوزع ال2 على الاثنين، وبعد كده في الاخر اعمل لها ديفايدد للرقم اللي طلع. لو انا قلت لك 3 بلس 5 اي هات لها اديتيف انفرس. يعني ايه اديتيف انفرس؟ قال لي يعني هتشينج للساين للرقم ده. طب ما هو الرقم عباره عن 3 بلس 5 اي، يبقى لما اعمل له تشينج للساين هيبقى عباره عن مين؟ قال لي نيجاتيف 3 ماينس 5 اي. بغير الاثنين. اتمنى ان انا ابقى فدتك وابقى ما طولتش عليك. ده مش شرح للليسن، ده ملخص سريع للليسن، بحيث ان انت لو عايز تتفرج عليه قبل كويز او قبل اي حاجه. بس ما اظنش ان لو حد اتفرج على ده يقدر يفهم منه الدرس. هو لازم يبقى فاهم الدرس وبيفتكر من المعلومات دي. خليك دايما فاكر ان مع مستر محمد مجد هتفهم ماث بجد. هتلاقي كل حاجه موجوده في الديسكريبشن لو عايز تسال على ازاي تشترك في المنصه، وازاي تقدر تحصل على الحصص بتاعتنا، وايه هي الفيديوهات اللي هتبقى موجوده على اليوتيوب. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وشكرا.